السلام عليكم يا مدام نهى. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور، انا المشكلة صعقة شوية. لا بالراحه كده وانا هسمعك يا حبيبتي. اتفضلي اتفضلي. انا جوزي في احد الدول الاجنبية. اوكي. ليه علاقات متعددة بالاجنبيات، مفيش مشكلة، بس انا بحاول من ناحيتي وربنا يعني ما اردش ان هو يهديه لغاية دلوقتي. انا عرفت بطريق الصدفة البحتة ان هو عايش مع واحدة وخلف منها. اوكي. مفيش ورق جواز، مفيش ورق جواز حضرتك، وفي طفل دلوقتي بقى عنده 5 سنين. وحضرتك هتقولي لي عرفتي ازاي وممكن يكون غلط. لا، انا عندي الدوكيمنت كلها موجوده معايا. ماشي. بس هو ما يعرفش ان انا عرفت. اوكي. فتحته وقلت له انا على فكره ولادي ماتوا. ولادي كان عندي 2 وماتوا، فما عنديش اطفال. ف قلت يعني بنكوشه من بعيد ان هو اذا كان عايز يتجوز يتجوز. انا ما عنديش مانع، بس يقول لي عشان يبقى انا اقول يعيش معايا ماشي معاه، حاجه تخصني بقى. فهو مش عايز يعترف ابدا ان هو متجوز. اوكي. وانت متاكده انه الموضوع ده زنا والطفل ده زنا؟ كل الدوكيومنت معايا. من زنا. بالظبط 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 بالظبط. خلاص. اهدي بس يا نهى، اهدي. انا دلوقتي حضرتك انا ما عنديش يعني انا ما بشتغلش. اوكي. بس مستوره ماديا، بس انا ما بشتغلش، بس مستوره ماديا الحمد لله، مستوره ماديا. لكن انا مامتي مش موجوده وبابايا مش موجودين، يعني الاهلي ما عنديش اهل كتير. خلاص. انا واخداه هو كصوره قدام المجتمع، يعني كصوره زوج قدام المجتمع فقط. لكن ما بعتبرهوش زوج، هو شكلا بس قدام المجتمع. وقتي في شقين هسأل حضرتك عليهم. اتفضلي. انا ممكن اسيبه، ما عنديش مشكله، واعيش باي طريقه كانت، انا ممكن اعيش، ما عنديش مشكله. لكن الشق الثاني ان هو دلوقتي عايش في الحرام. عايش في الحرام. انا صعبان عليا الطفل، اواجهه صراحه، بس هخسر جامد جدا في كل حاجه، ولا اسكت وهيجي عليا يوم برضه وهيواجهني بالموضوع ده، بس هيكون فلات، الوقت فات. هو بين هنا وبين بره ولا قاعد هنا ولا ايه؟ لا حضرتك، هو بين هنا وبين بره. يعني التقريبي بيقعد قد ايه بره وبيقعد قد ايه هنا؟ بيقعد مثلا حوالي 4-5 شهور بره، ويجي هنا فقط 20 يوم. فقط. يعني اعتبريها حضرتك كل 4 شهور، كل 5 شهور يجي 20 يوم. طب نهى بصي، وعلى فكره حضرتك هو بيجي زيه زي اي ضيف، مفيش اي علاقه ما بيني وما بينه. وهتقولي لي انا سالت قبل كده في المشايخ وسالت، قالوا لي لازم تاخدي حقوقك الزوجيه كزوجه. تخيلي بقى حضرتك ان انا بفرض نفسي عليه، ومع هذا برضه مفيش فايده. ولما تساليه حضرتك يقول لك لا مفيش مانع، انا بحبها جدا، بموت فيها، يعني ما اقدرش اسيبها. طب والسؤال يا نهى؟ السؤال حضرتك دلوقتي اواجهه ولا ما اواجهوش؟ يعني اوديله المستندات اللي معايا واقول له انت ليك نفس لازم تحترم دي قدام ربنا على الاقل، مش مهم. بس في الحاله دي انا هخسر كتير. هتخسري انك انت هتقولي له طلقني يعني، ولا هتخسري ان هو اللي هيطلقك؟ لازم هقول له في الوقت ده كرامتي يبقى لازم هيطلق، لازم هطلب منه الطلاق. وانت عايزه تطلقي ولا لا؟ انا بقول لحضرتك انا فهمت الحيثيات، لكن انت اللي جواكي تجاه الزوج. جوايا صعبان عليا نفسي. جوايا صعبان عليا نفسي جدا جدا. يعني كفايه اولادي اللي ماتوا، ما اقدرش ان انا حتى فقدت ولادي، ما اقدرش. وراح يجيب حد تاني بالطريقه دي، مش ممكن. يعني انا برضو من غير ما تزعلي انا هقول الله اعلم، انا برضو هقول الله اعلم. حتى لو كان معايا وثائق ربما يكون زواج، يعني اصل انت مش قاعده هناك، يعني مهما يكون معاكي من وثائق في ايدك، برضو انا هعتبر يا ستي 1% انه متجوز. ولو صار انه متجوز بره، انت ايه وضعك؟ ولا طلعت يعني الموضوع ده ما طلعش زنا ولا حاجه، انت ايه وضعك؟ لا 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 لا، زي ما انا بقول لحضرتك، لا لا، انا شور يا دكتور. شور.
حاضر يا نور، حاضر. طيب هنستأذن السادة